رؤوس اموال صهيونيه معروفه، وبالتالي تصبح الصحافه الفرنسويه في اغلبها يعني على طول لازم تروح تجلد وتذبح في العرب وتبهدل السياسه العربيه وتحشد الشعوب الاوروبيه ضد العرب. المستثمرين العرب اللي بيعرفوا يشتروا نوادي الكوره دول مش عارفين ان هم يخشوا يبقوا مساهمين في باسهم ضخمه جدا في امتلاك مؤسسات صحفيه اوروبيه، وبالتالي يصبح عندنا الثقل الصحفي بالفعل موجود نتيجه سمعه هذه المؤسسات. يا اخي لانها اموال منهوبه، لانها اموال جايه بطرق غير شرعيه، ما فيهاش بركه. الكلمه فيها بركه. اقرا اول شيء في القران، اقرا في الانجيل وفي البدء كانت الكلمه. القراءه والكتابه والثقافه والعلم هذا له علاقه بالبركه. ما عندهمش بركه، اموال منهوبه من الشعوب، شعوب جعانه والناس عندها مليارات. ما ينفعش يديروا فيها عمل لله، الله لا يقبل الطيب، الله طيب. انت فاكر ان لما واحد يعمل صحيفه يدافع عن قضايا العرب ولا قضايا المسلمين ولا قضايا الفقراء في افريقيا ولا قضايا المغبونين في العالم كله، تفتكر ان هذا عمل يعني شوي؟ هذا عمل نضالي، هذا جهاد حقيقي. هو الجهاد ايش؟ ندير حزام نسف هو سيف؟ هذا عمل متخلف. الجهاد هو جهاد الحجه وجهاد المنطق وجهاد الاقناع وجهاد العقل. ربي يميزنا بالعقل. ده حتى الله لما نزل القران قال القران العربيه لقوم يعقلون، للناس العقلاء. اما اللي مش عاقل ما يعرفهاش، اللي مش عاقل يقول لك هذا ايش؟ كتاب الله نزل ولا لفلان ويحط يمين وشمال. هذا القران، هذا قران للعقول، والله يخاطب في العقول. والعرب ما لم يلتزموا بعقلانيه العمل ويبتعدوا عن العنتريات وعن ردود الفعل السيئه وعن الصبيانيه. الحقيقه انا حزين عشان موضوعات الكره، حزين جدا لان هذه امه عظيمه. نتكلم عن الامه الجزائريه العظيمه والامه المصريه العريقه، تتكلم يتحركوا يختزلوا نضال والعلاقات العظيمه يختزلوها في ماتش كره. انا كنت مسؤول في الجزائر، والله كنت قلت للفريق الجزائري روح. انا احيي الاخ القائد معمر قذافي لان مره في الثمانينات كان نفس القصه حصلت، كان الفريق الليبي يلعب مع الفريق الشقيق الجزائري وكانوا متوترين، الاعلام الجزائري والدنيا واحنا هنطحن فالعقيد يعني عاقل سيد العقال. يعني اعتقد يعني انا كنت صحفي ونزلت واذكر هذه الحادثه انه يعني تمنى على حد من المسؤولين كره، تمنى عليهم قال لهم بطلوا من القصه هذه، يعني بلاش الغوا الكره يا اخي. احنا حاجتين، يا نشتبك مع اخواننا الجزائريين ولا نعمل كره، بلاش من القصه. فما لعبناش والله وحصل. لا انا نقول احنا عشان احنا مش قادرين ندخل ضمن اللعبه الدوليه. الكره العالميه كاس العالم هذا منظومه وراها عالم اخر، وراها منظمات، وراها اموال، وراها شركات احتكاريه. فاللي يدخل فيه ضمن قوانين. يا اخي انا الفروسيه زمان كان قتال بالسيوف، يتقاتل الفرسان وبعد ما يعني يصاب الثاني ما خلاص يتوقف القصه. في قوانين، عقل يسيطر دائما، مش الاقدام اللي يسيطر على العقل. للاسف احنا عندنا اليوم لاعب الكره افضل من اي دكتور في الجامعه للاسف. بياخد فلوس قد كده. طبعا ربي يزيده. دكتور بالقاسم انا بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده. كل الشكر لدكتور بالقاسم سميدة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي. الحقيقه لما تعرفوا ان احنا بنضرب بعض على كوره، لما تعرفوا ان لعيب الكوره بياخد اكتر من اتخن عالم ذره في الوطن العربي، لما تعرفوا ان احنا لحد دلوقتي ما عندناش فيلم قادر يقف قدام الافلام العالميه ويوضح التاريخ العربي الحقيقي، لما تعرفوا ان احنا في عندنا جاليه عربيه يعني في شديده الضعف موجوده في الدول الاخرى سواء اذا كانت امريكا او في اوروبا، لما تعرفوا انه في النهايه انفلونزا الخنازير استوطنت وبقت موجوده في مصر و150 اصابه والوزير مصر انه يقول لك لا، يبقى احنا مش لازم نقرا الفاتحه على الجاليه العربيه في اوروبا، نقرا الفاتحه على نفسنا. قولوا ورايا: بسم الله الرحمن الرحيم.